السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وجميلة، اول مرة بصراحة اعملها بس عجبتني وحبيت ان انا اجربها. هنعمل مع بعض النهارده معانا بانيه زي ما انتم شايفين متقطع وجاهز اهون. هتبله تتبيلة بسيطة خالص وسهلة مش مكلفة. طبعا هتبله معاكم بالفلفل والملح بس زي ما انتم شايفين اهو. ملح اسود، وهقلبه كده وهركنه مش اكتر من كده. حطه في التلاجة، هشيله حوالي نص ساعة ساعة طبعا ما نجهزه، وبعد كده هنشوف مع بعض. هنزل بشوية زيت، هنزل بحتة سمنة صغيرة كده، ومعايا حتة فرخة مقطعة صغيرة، وبشرنا بصلة برضو هننزلها، شوية فلفل اسود بالرز بتاعنا، هقلبه كويس جدا. هنزل بمعلقة كركم، شوية بهارات صغيرين، شوية قرفة، وهنزود المية بتاعتنا ونحط الملح بالمية. هنشوف في النهاية. طبعا هفضي الدقيق، معايا طبسية دقيق، معايا طبسية نشا اهو. هقلبهم في بعض كده كويس جدا. هبهرهم بشوية فلفل اسود، توم بودرة، بصل بودرة، شوية كركم صغيرين، والسبع بهارات، وهقلب ده كله في بعضه. طبعا خلصنا كده. انا طبعا ما قلتلكوش هنعمل مع بعض ايه، هنعمل كروند بلو، نعمل مع بعض كروند بلو النهارده. كده الخلطه بتاعتنا خلصت، ومعايا البقسماط زي ما انتم شايفين، وهعمل البيض بتاعنا. بيضتين حلوين كده، بيضتين 3 اللي يريحك. طبعا هقلبهم كويس، وهحط عليهم شويه فلفل اسود برضو عشان ريحه الزفاره. وهركنه على جنب. تمام كده. طبعا الفراخ اللي هي البانيه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي كوردون بلو، هفردها كده فرده بسيطه خالص. تمام كده، حلو قوي عشان تستوي معايا. وناخد حته كمان نفردها برضو. تمام. طبعا اللي هفردها احطها على الطبق اهو.
هفرد الكميه كلها. هاخد الشريحه بتاعت الفراخ كده، احط لها حته لانشون عادي خالص اهي، وشويه جبنه موتزاريلا. لا تعملي بقى ما عندكيش اللهم صل على النبي لانشون مدخن، اي حاجه موجوده عندك في البيت ولفيها عادي خالص اهو. هنلفيها بالطريقه دي كده ونعملها صوابع زي ما انتم شايفين اهو كده تمام وزي الفل. وهنركنها ونعمل غيرها اهو. طبعا نزلنا بالزيت على النار، وهنعمل ولا لفيت ولا اي حاجه، هشتغل على طول. هنزل في الدقيق اللي انا تبلته بالنشا، وبعد كده هنزل في البقسماط اللهم صل على النبي، هنزل في البيض اهو، وبعد كده هننزل في البقسماط وهنشيل ونحط في الزيت على طول. هعمل معاكم كمان واحده وهنوقف الكاميرا ونشتغل ونخلص وهنشوف النتيجه في النهايه اهو. من دقيق بنشا متبلاه في البيض، هتمسك معاكي وهتبقى زي الفل، ما تخافيش مش هتفك ولا هيجرى لها اي حاجه اهو. البقسماط بس بطني كويس جدا عشان ايه تبقوا متماسكه معاكي وما تفكش معاكي في الزيت. طبعا هنفتح معاكم واحده، شايفين الجمال، حاجه كده وهم جميله، طعمها جميل وخطيره ومستويه وما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين. كان الغدا بتاعنا النهارده، جربوا الوصفه كوروندو بلو هتعجبك ان شاء الله. وصفه سهله خالص ومش مكلفه وكل حاجتك عندك موجوده في قلب البيت. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروني الفيديو التاني ان شاء الله.